كنت يا حبيبي؟ كنت بالمدرسة؟ ايه كنت بالمدرسة. جيت على البيت كنت هيك وعطفت لطيفة. ما جد تصير بجد. اي يلا تفكر معي. لا تقص لي البيجامة لأنها جديدة. ما طلبته هذه الطفلة التي أصيبت بشظايا برميل متفجر لم يفرق بين طفل وعجوز. عيناها الباكيتان التي تمتزج بالدم تخفي قصصا كثيرة، وربما تختصر قصة الطفولة في مدينة حلب. أمي كان فرحانة أنا وجيت على الجامعة والله صار من هيك. الطفلة رغد زيدان، والتي بحثنا عن بيتها مطولا لنجدها تعيش في بيت جدها في حي الشيخ خضر، والذي يتعرض للقصف بالبراميل المتفجرة بشكل شبه يومي. كانت رغد بعيدة عن الانفجار أمتارا قليلة، عائدة من المدرسة مبتهجة لأنها عادت للمشي بعد عملية أجرتها لقدميها منذ فترة قريبة. أوقات جدي واقع فوقي والأرمي تاجي جام إسري. بعدين أجي طعمتي شالتني دخلتنا على البيت. بعدين نادي طلعتني برا مع عمي عمر أخذنا السيارة. بعدين رحت على المستشفى؟ إيه. ليه زعلانة؟ لا تبكي لا تبكي يوم، لا تخافي، أنا مو هو. لا تبكي، ما أقدر أحكي معك، لا تبكي. ما طابوا اجريكي؟ ايمتى بدي يطيبوا؟ قال لك الدكتور؟ ما بعرف. ليه زعلانة؟ أنا شو بدي يصير معي كمان. لا تبكي. ليش صار معك قبل؟ سويت عملية وبعدين؟ طبت منها كمان بشر ضربني صار هيك شوي. رغد يلفها الحزن واليأس، فليست الإصابة هذه أعظم مشاكلها. أبوه وقف أما أجا من 5 أشهر 6 أشهر أجا من حلال أعطيته هي. زلمة ذاك أخ أما كان هو في أرض الحمراء كل جمعة زلمة يجيب أما ويجي كرمال هالبنت، عرفت علي؟ وأبوه ما اشترك عليها طابة نهائيا. حضرته كان ساكن هون وقام رحل يوم اللي صارت المشاكل هون وهاوي تشده. يريد محمد الذي أسعفها أن يخبرها بأنها ليست وحيدة. بحث عن بيتها مطولا ليطمئن عليها. جاي أطمن عليها نشوف جرحها. شلون وضعها؟ وضعها إن شاء الله جيد. عندها علاج كذا؟ يعني علاج خفيف شان. الإصابات الجراح؟ عندها إصابة شعر بالقدم، كسر الحمد لله ما في، حتى لنا جبيرة وضمعت. طب الأيام الجاي أحلى، ما راح يصير معك إن شاء الله شيء. إن شاء الله.